طيب يا دكتور، دلوقتي احنا كنا بنتكلم على قصة فحص الأجنة لتحديد النوع. في بعض الناس كانت بتسأل ان هم مثلا عندهم هيستوري معين لمرض معين، يعني مثلا كابل كل ما يخلفوا طفل ده عنده مشكلة ثقب في القلب، عنده مشكلة داون سندروم اللي هو الأطفال المتأخرة عقليا، عنده مشكلة طبية معينة. هل في إمكانية زي ما بعمل فحص لكروموسومات تحديد الجنين ان انا بفحص الأجنة واختار عشان اتلافى العيوب اللي حصلت في طفل او 2 قبل كده، بحيث ان انا اضمن الى حد ما، طبعا ضمان لله وحده، بس انا اضمن الى حد ما ان الجنين اللي جاي ما فيهوش نفس العيوب اللي موجوده في اخواته اللي قبل كده؟ خلينا نتفق ان التقنيه بتاعت البي جي دي بتتعمل دايما في مصر بنسبه 80 او 90% بتستخدم لتحديد جنس المولود اللي هو السكس سيلكشن زي ما بنقول. لكن انا ما اضمنش ان المولود اللي رجعته سواء ولد ولا بنت ان هو معافى 100%، لان انا ما فحصتش الا الكروموزومات بتاعته هي ذكر ولا انثى، اكس واي ولا اكس اكس. لكن بالنسبه للسؤال اللي حضرتك بتساله، هل نقدر نستخدم التقنيه دي في تحديد او تجنب تشوهات قبل كده حصلت عشان نتجنبها؟ طبعا، بس بفرض احتياجات معينه لازم نوصل. يعني انا ما ينفعش زوجين يقولوا لي احنا جبنا ولد وطلع مشوه وعايزين نتفادى الموضوع ده في المولود الجاي. طب انا ايه تفاصيل التشوه ده؟ هل هو مرض مرتبط بالجينات الوراثيه، ولا مرض مرتبط بالكروموزومات، ولا مرض عارض حصل وكده؟ انا في هذه الحاله لازم اريفير تو اجنتست اللي هو راجل بتاع جينات متخصص الامراض الوراثيه، يبقى متخصص في الامراض الوراثيه. تمام. لازم يشركوا معايا، بيشوف الخريطه الجينيه وبيشوف المرض اللي كان سابق عند الاجنه، خريطه العائله كلها مثلا، وهل هو متكرر ولا لا، وهل هو مرض مرتبط بجين معين نقدر نتلاشاه ولا لا. ما ممكن ما يبقاش مرض جيني اصلا، مثلا ساعتها مش هعرف اعمل حاجه. تمام. بيشوف التقارير والابحاث والفحوصات اللي اتعملت وهل الجنين ده بعد ما اتولد عملوا له فحص كمان، مش قبل بس، يعني مش بس التشخيص بالسونار وخلاص كده. الجنين كمان اختبر واتاخدت منه عينه بوست مورتم، يعني بعد ما اتولد بعد ما مات ولا لا. فالكلام ده كله بتاع الجينات الوراثيه، استشاري الجينات الوراثيه هو بيعمل تصور معين وبيبعت لي بيقول لي انا بقترح ان هذا المرض مرتبط بالجين الفلاني على الكروموزوم الفلاني، فاحنا نعمل له حقن مجهري ونعمل تقنيه البي جي دي ونستثني الاجنه اللي فيها نفس المشكله في الجين الفلاني، الجين الفلاني ده طالما حاجه او الكروموزوم الفلاني زي في حاله الداون مثلا. تمام. فاهم ازاي؟ وبالتالي هنقل الاجنه الثانيه اللي ما فيهاش العيب الوراثي ده. لكن انت في المطلق انا مش هقدر ادور على كل حاجه، صح؟ يعني مش هقدر. طب عشان اخد جنين افحصه بقى كل جيناته وكل كروموزوماته، اولا عمليه مكلفه جدا جدا جدا، ومش هتقدر توصل، مش عمليه يعني. مش عمليه. تمام. فاهم ازاي؟ لكن انا ممكن ادور على عيب جيني سبق تسببه للاسره دي في مشكله معينه اتلافاه، عيب كروموزومي اتلافاه. فاهم ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك لازم يكون في تكامل وانتجريشن بين دكتور النساء ودكتور الجينات الوراثيه عشان يوصلوا لاكتر يعني طريق سالم للزوجين ان هم يجيبوا منه. وفي اعتقادي ان برضو بتاع الجينات ما بيديش الكونكلوجن 100%، ما بيقولش انت 100% لو تجنبنا الجين ده هو طبعا بيدي شبه احتماليه ان هو الجين الوراثي ده هو غالبا هيكون مسؤول، فاحنا هنستبعده وان شاء الله الجاي يبقى مسالم يعني سليم ومعافى باذن الله.